وصفتنا النهاردة وصفة مش مصرية. هنروح بلد تانية خالص، هنعمل الوصفة بتاعتها ونرجع تاني على طول. وصفتنا وصفة ليبية. هنعمل المبكبكة الليبية، او المبكبكة بالفراخ بطريقة سهلة، والمكرونة هتطلع معانا مفلفلة والفراخ مستوية وزي الفل. يلا بينا ندخل على الوصفة بتاعتنا ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. بس قبل ما ابدا الفيديو، لو اول مره تشوفوا القناه بتاعتي يلا ادخلوا نوروني واشتركوا، فعلوا الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد، واعملوا لايك على الفيديوهات وشير لاصدقائكم. اول حاجه جبت حله كده وحطيت فيها الماده الدهنيه، حطيت سمنه على زيت علشان تديني لون حلو للفراخ. بعد كده حطيت الفراخ بتاعتي علشان اديها صدمه واديها لون حلو، وهسيبها كده مش هاجي ناحيتها لحد ما تحمر كويس. وطبعا النار لازم تكون عالية علشان ما تنزلش مية وكمان ما تلزقش منك. هفضل اللي انا اقلب فيها على كل جنب كده شوية لحد ما كلها تاخد لون حلو جدا. لازم نديها لون حلو علشان وانت بتقدميها تبقى لونها حلو، ما تبقاش بيضة خالص كأنها مسلوقة بس وما حمرتهاش. تمام، فالتحميرة ديت مع الصدمة هتديها لون حلو جدا مع التقديم كمان. تمام كده زي ما انتوا شايفين، عمالة بقلب كده شوية شوية لحد ما تاخد كلها لون حلو. الفرخة بتاعتي علشان كبيرة انا قطعتها على 8. لو انت الفرخة بتاعتك صغيرة ممكن تعمليها على 4 بس، يبقى الربع زي ما هو. بس انا زي ما بقول عملتها على 8 علشان الفرخة بتاعتي كبيرة. تمام كده وتستوي معايا كويس. هوسع كده مكان بعد ما احمرت معايا وخدت لون حلو. معايا بصلاية متقطعة صغير، بصلاية حلوة كده. تمام، هبدأ اللي انا انزلها واشوحها جنب الفراخ وهي بتكمل تحمير. هبدأ اللي انا اقلبها كده في المادة الدهنية بتاعتي علشان تتشوح حلو وريحتها تبدأ تطلع معايا. الوصفة بتاعتنا النهاردة كلها في حلة واحدة، مش هنبهدل بقى مواعين كتير ولا حاجة. حطيت كده حوالي 5 فصوص من الحبهان، وحطيت ورق لورا وفلفل اسود وبهارات مشكلة، وبدأت اللي انا اوزع التوابل بتاعتي كده على الفراخ والبصل. وهبدأ اللي انا اقلب البصل مع التوابل لحد ما اشم ريحة التوابل بقى وتطلع ريحتها مفحفحة هي والبصل كده. التوابل مع البصل بتدي ريحة ونكهة جميلة جدا. هسيبها كده لحد بقى ما تدبل. هي كده دبلت معايا، هبدأ بقى اللي انا اقلب الفراخ مع البصل، اقلب كله في بعضه علشان الفراخ بقى تاخد ريحة البصل والطعم وكله. هحاول كده اللي انا اقلب بالراحة علشان الفراخ ما تتهريش مني. بعد كده معايا عصير طماطم، انا معايا لتر من الطماطم. طبعا انت هتعملي الطماطم على حسب كمية المكرونة اللي انت هتعمليها. تمام، بعد ما حطيتها حطيت كده قرنين من الشطة حاميين، فشقتهم بس شق من النص بس كده علشان يطلعوا نكهة الحرقان ويفضلوا برضو ماسكين نفسهم. وحطيت كمان رشة من السكر. طبعا انا ما كنتش حطيت ملح خالص، بدأت اللي انا احط الملح واظبطه. فاحنا حطينا التوابل حبهان صحيح، ورق لورا، وفلفل اسود، وبهارات مشكلة، وملح، ورشة من السكر. دي التوابل اللي احنا حطيناها. لو انت ما بتحبيش الحاجة سبايسي تقدري اللي انت تستغني عن الشطة الحامية اللي احنا حطيناها دي. هغطي عليها بقى بعد ما قلبتهم مع بعض كويس، واسيبها تغلي كده مع الصلصة، وتبقى السوى اللي ناقص على قد سوى المكرونة. تمام، يعني نص سوى كده وهكمل مع المكرونة. بعد كده بدأت انزل بالمكرونة بتاعتي، اي نوع مكرونة انت حباه، صغيرة كبيرة اللي انت حباه والمتوفر عندك اعملي بيه. حطيت كده كيسين من المكرونة، ولازم تحطي مية. المكرونة ما ينفعش بطماطم بس،
لا، لازم تحطي ميه. فانا حطيت ميه سخنه، ما ينفعش برضو تحطي ميه ساقعه. هديهم بقى تقليبه كده مع بعض. والمكرونه بتتحط يا جماعه نيه، ما بتتحطش مسلوقه ولا اي حاجه، نيه. هظبط بقى الميه بتاعتي كده. ولو انتي عايزه تزودي لون المكرونه تبقى حمرا عن كده شويه، تقدري اللي انتي تحطي صلصه طماطم. هتحطي معلقتين على عصير الطماطم ده، هيبقى اللون زياده شويه. تمام. هغطي عليها بقى واسيبها تغلي كده مع بعضها. واول ما تبدا اللي هي تتشرب هديها تقليبه واوطي عليها. لازم تديها تقليبه علشان ما تلزقش منك. زي ما انتم شايفين المكرونه بتاعتنا استوت وبقت زي الفل ومفلفله وجميله. ولازم تبقى النار هاديه علشان ما تلزقش منك وتستوي براحتها. هنبدا بقى نجيب الطبق اللي احنا هنقدم فيه وننزل المبكبكه بتاعتنا بالراحه كده. هو لونها زي ما انتم شايفين فاتح شويه، لان انا ما حطيتش صلصه. زي ما قلت لكم، عايزه تزودي اللون بتاعها شويه حطي صلصه طماطم. انا قدمتها بالشكل ده وظهرت كده الفراخ بتاعتي طلعتها لفوق علشان تبان. وحطيت الشطة اللي انا كنت حطاها على الوش كده، بتبقى طعمها تحفة. وبدأت اللي انا احط شوية كده من الكزبرة الخضراء، رشة بسيطة علشان تكسر اللون معايا شوية. عايزاكم بقى تجربوا الوصفة بتاعتنا النهاردة، احلى مبكبكة بالفراخ او المبكبكة الليبي. هتعجبكم جدا. ولو عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة.